لو ما اتفرجش على الجزء اللي فات من حكاية فان فروح شوفه الأول. الجزء اللي فات كان دمار، ولكن اللي جاي هيظبط الحوار، فصلي على النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نكمل الحكاية. بعد ما لينج بتخلص قراءة الرسالة بتاخد القرار وبتقرر تروح تلحق جون وتنقذه. في الوقت ده فعلا كان يانغ بيعذبه والواد مش قادر يعمل أي حاجة. تخيل بقى إنه هيفضل يتعذب كتير. لا والله، بيوصل الفريق بالكامل وبيخلصوا على كل الحراس، وأخيرا بيوصلوا عند الغرفة اللي فيها جون. على طول بيحرروه والوحوش بتاعته بتجري عليه علشان وحشهم. جون بقى لما بيشوفهم بيستغرب علشان لحقوه ما سابوهوش هنا. بيسألهم ليه عملتوا كده بالرغم اني خدعتكم المرة اللي فاتت. فان بيقول له سهل قوي، علشان احنا هنسرق كل حاجة في المكان ده ومحتاجينك يعني تساعدنا. الواد بيضحك كده على الكلام وبيقول لهم خلاص تمام، وشكلهم هيخربوا الدنيا يا صديقي. على طول بقى بيقسموا نفسهم، وجزء منهم هيروح يحرر كل الحيوانات المسروقة، وفان والحيوانات بتوعه هيروحوا على الخزنة. في الوقت ده بقى كان يانغ واصل على المكان وشاف الحراس وهم مرميين على الارض. فهم خلاص كل حاجه. فان بقى هو كمان كان بدأ يدور في اوضه الكنوز. هو ده ايه الحلاوه ديت؟ دماغه رايقه ومفيش حد في باله. بس فجاه بيحس بحركه في المكان. ايوه، وحش الظل بتاع يانغ دخل وهو كمان دخل وراه. بيقول له انت مفكر ان اللي بيدخل حتتي هيطلع بالسهل كده؟ ده في احلامك يالا. فان مش قادر يحدد مكان الوحش، هو بيحاول يجري منه في كل حته، بيحدف عليه اي حاجه في وشه علشان بس تعطله. بس هو ما بيسمعش صوت حاجه بتتكسر وبيبص كده وراه. هوب، ده ايه الحلاوه ديت؟ بتيجي في باله فكره وبيقلب المكان على دماغه. ويانغ كان هيموت من الحسره على كنوزه اللي بتتكسر دي. فان بقى كان خلاص هيمشي من المكان، وهوبا الوحش ضربه في بطنه عوره. ايوه، فان كده عمره ما هيقدر عليه. في الوقت ده بقى كان الفريق التاني خلاص حرروا كل الوحوش ولسه هيمشوا من المكان. بيسمعوا صوت انفجار كده، وفان كمان بيدخل عليهم شكله مصاب وبيقول لهم عطلوا شويه لحد لما اعالج نفسي. بالفعل يانج بيوصل وبيبداوا يقتلوا، وبيكونوا سادين معاه في الاول، بيقدروا انهم يعطلوه. بس في الاول بس يا صديقي، يانغ بيستخدم كل قوته على الوحش بتاعه وبيطوره، وبيبدا ضرب في الكل محدش قادر عليه. جون والوحشين بتوعه بينضربوا، وكمان الباندا وجون بياكلوا على دماغهم. الواد ده وحشه كمان انضربوا، وما عادش غير لينج بس اللي ما حصلهاش حاجه. تخيل بان يانج هيسيبها؟ لا والله، بيمسكها قدام الكل بالوحش بتاعه وخلاص هيعصرها في ايديه. بيقول لها من النهارده عشيره لينج خلاص انتهت، النهارده كلكم هتموتوا على ايدي. لسه كان هيخلص عليها وبوم، فان بيجيب اخره. بيستخدم السمكه بتاعته بعد ما طورها، بيديله الضربه التمام والجو بيتغير، وبعدها الميه بتنزل قدامهم. لينج بقى ما كانتش مصدقه عينيها، هو ازاي بيقدر يستخدم سمكه المعلم فان؟ انا في حلم ولا ايه؟ لا انت مش في حلم يا ست البنات، ده فان بذات نفسه موجود قدامك وهيظبط الاداء. يانغ بيحاول يجمع كل قوته على وحش الظل بتاعه من تاني، ولكن تخيل انه هيقدر يعمل حاجه؟ لا والله، الواد بيكتفه بالنبته بتاعته من بعيد، والسمكه بتظهر من فوقه بتبدا تشفط في كل الطاقه بتاعته. ووحش الظل بيحاول يعافر علشان ينجو، بس خلاص يا حبيبي، دي سمكه السلور التمام اللي هتنهي وتخلص الكلام. الوحش فعلا بيمتص بالكامل والنواه بتاعته بتقع على الارض، لازم يكسروها في الحال. يانغ بقى بيحاول ياخدها ويهرب من المكان علشان يصحي وحش الظل تاني، وهوب جون بيستخدم الوحش بتاعه بيمسكها، بس يانغ بيستخدم قوته بيقدر يضربه، بيوقع النواه منه. خلاص كان رايح ياخدها، فان بيجري عليه بكل قوته علشان يكسرها، بس يانغ بيستخدم قدراته من تاني وبيوقعهم على الارض. بيقول لهم محدش هيقدر عليا، ايوه النهارده انا هقتلكم كلكم. فان بيحاول يبص على اي حد يخلص على البلوره، ولكن مفيش حد في المكان فايق، الكل خلاص واقع، استسلم لامره الواقع وخلاص الكل هيموت. بس فجاه بنت بتظهر كده من فوق السطح، بوم بتخلص على النواه ديت. يانغ لما بيشوفها بيتعصب وبيحاول يهجم عليهم، ولكن البنت بلفه سريعه جدا بتريحه خالص ومحدش مصدق عينيه. فان بقى لما بيشوف البنت ديت بيتعرف عليها، ايوه دي كانت مربوطه في مره كده وهو راجع الطائفه وحررها هناك علشان ما تفضلش كده. بيشكرها بعدها علشان انقذتهم، والبنت بتفرح جدا وشها بيحمر منه وبتطلع تجري من المكان، وشكلها كده معجبه بها صديقي. المهم بعدها بيقسموا الكنوز ما بينهم بالعدل، والواد ده كان عاوز يطمع شويه. تطمع مين يالا؟ ده الكلب موجود، بياخد اقل واحد في الشله وبيطلع يجري من المكان. وبعدها فان بيشوف وحش صغير كده وبيعجبه، بيستخدم قوته عليه علشان يضمه ليهم، والوحش فعلا بيسمع الكلام وبيكون العقد معاه. بس فجاه فان بيحس بحاجه غريبه في جسمه، بيغمى عليه من الوجع، بياخدوه الطائفه ينام، وبعدها بيصحى وهو مش فاكر اللي حصل. بيطمنوه ان مفيش اي حاجه حصلت، وجيون بتقول له شويه وهعمل لك الفطار علشان تفوق. فان بقى بيستغل ان محدش هنا وبيستخدم قوته علشان يطور الوحوش اللي معاه. بيخلص دنيته وبيقرر يطلع علشان يقابل لينغ ويشرح لها اللي حصل بالكامل، وازاي يعني هو قدر يستخدم سمكه السلور اللي هي خاصه بالمعلم بتاعها. بيروح عندها فعلا وبيلاقيها قاعده بتعيط، وكانت في قمه الحزن واقفه كده جنب تذكار المعلم بتاعها، وشكلها كده افتكرته يا صديقي. بتقعد مع فان وبتساله عن كل اللي حصل، وازاي انت قدرت تستخدم السمكه ديت. الواد
بيحكي لها القصة بتاعته بالكامل، وانه وقع في بحيرة في الصدفة ولقاها وكل الكلام ده. البنت وقتها بتقول له تمام، ولكن باين عليها الحزن جدا. بتقول له بعدها انا مش عارفة ليه انت بتفكرني دايما بالمعلم بتاعي، طريقة كلامك وحتى مشيتك زيه، والنهارده لما شفتك بتستخدم السمكة ديت حسيت بشعور غريب كده وكأن الامل رجع للطائفة من تاني. انا بس عاوزك تعرفني الحقيقة، وهل انت تلميذ المعلم او حتى صاحبه، او انا حاسة انك المعلم بتاعي؟ بالله عليك عرفني الدنيا بالكامل. الواد وقتها بيتصدم الكلام ومش عارف هيعمل ايه، وشكله كده وقع في الفخ يا صديقي.